فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية. إيش معنى جثية؟ ساقطون على الركب من شدة الخوف. يا له من موقف رهيب. وكيف لا يخافون وهم قد أتوا إلى يوم القيامة دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها 4,900 مليون ملك يسحبون النار يا إخوان. ثم بعد ذلك يجري عليهم العذاب. يزداد خوفك عندما تكمل الآيات إلى أن تصل إلى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال الله إن منكم، هنا لم يستثني الطغاة وغير الطغاة، حتى الأنبياء حتى الصالحين حتى الشهداء حتى الصديقين كلهم يردون على جهنم. ما هي جهنم؟ هي حفرة. كم عمقها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت ضربة وجبة فقال تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، إيش الحفرة هذه اللي غوطها وعمقها 70 سنة؟ الحين الطيارة اللي فوقك هذه لو ترمي حجر كم يستغرق من الوقت حتى يصل إلى الأرض يا أخوان؟ ثواني. ومع ذلك تخيل نار حجمها من الطيارة إلى هذا. ثم ماذا؟ ينصب عليها صراط أدق من الشعرة. أدق من الشعر يا إخوان. الطريق الوحيد فيها صراط أدق من الشعر أحد من السيف وله روغان وحولك لليب. ألا تخاف هنا من الله عز وجل إلا أنك ستمر. الله ما استثنى أحد، كلنا نحن وغيرنا سنمر. يقول الله سبحانه وتعالى ثم إيش؟ ينجو الذين اتقوا ولا ننجي الذين اتقوا؟ جاوبوني يا أخوان. قال ثم ننجي الذين اتقوا. لم يقل ينجو، لأنه لو قال ينجو لنجونا حنا بأعمالنا، صحيح؟ لكنه لم يقل ينجو، قال ننجي. هنا تعلم أنت كم أنت فقير لله عز وجل.